وعليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم بخير يا حبايبي ويسترها معاكم. أنا دلوقتي جات لكم عشان أعمل لكم فول نابت. الفول النابت دي كان الأول كان الناس بيلفوا بيه بحلة كده ومعاه بيبيعوه مع الترمس. وأنا بليته وعملته وخليته نابت زي يعني عمل الحباية دي كده. عارفين الحباية دي المنبتة دي؟ ده كله كده بقى فول نابت نفس الطريقة نفس الطريقة. ده الفول النابت يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. هنعمله صحن فول نابت معانا. خليكم معايا على البابور الجاز وخليكم معايا وهتشوفوا طريقة الطياب على البابور الجاز مع طبق فول نابت. خليكم معايا يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. كده فيها شوية مية بصلاية ثم 2 حط نعناع دي يعني هي مفتوح مش عاوزينه. وعارف الشطة ده برضه اختيار. لو مش عايزين تحطوا شطة حطوش. أنا هحط على بصل توم بسيط كده بس واحد يعني يعمل ريحة كده. حط دلوقتي عصره شوية كمون يا حبايبي. كمون حصى شوية كمون حصى شوية كمون حصى. كمون مش مدقوق كمون حصى. أو أنت حط زيت حطه. أنا مش عايزة زيت. من غير الزيت كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بخير يا رب. ما تبناش منكم. عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايكات. كل سنة وانتم طيبين. يخليكم لأولادكم يا رب. وجعلنا سنة مبروك عليكم وعلى أولادكم. نصلي التوم بحلقة. تغلي هحط يا جماعة اهوت. حصلت لكم الفول بقلب الشوربة بتاعته دي ولما يطيب كمان هوريكم.
ده فول نابت يا جماعة، فول نابت. بعمل لكم فول نابت، بليته وعملته لما نبت كده، وقلت اعمل لكم الفول النابت مع تشوفوا طريقة الفول معايا على البابور، وتشوفوني واشوفكم، وربنا يعود عليكم بخير يا رب، ما يحرمنيش منكم، ويشفي امراضنا ويشفي كل مريض، وجعلها سنة مبروك عليكم. حطيت لكم قرن شطة من دي وعود نعناع. دي طريقة الفول النابت يا جماعة، أنا موريها لكم مرة في فيديو، عملته بليته وخلوته ينبت كده ووريته بس ما طيبتوش. دي بقى أنا عملته تاني وجيت بقى قدامكم، قلت أطيبه قدامكم بقى عشان تعرفوا. هو بياخد قد ايه لحد ما يبقى ناشف؟ أنا قال لهم الفيديو اللي فات بياخد يجي 3 أيام، تبله ليلي من غير قماش، وبعد كده تعينه من المية تحطه في مصفي، وتروح حط عليه قماشي، و3 أيام كل شوية تبص عليه وتكمله بالقماشة كده في المصفي. زي يعني الحلبة؟ زي الحلبة بالظبط، زي الحلبة. ده بقى دلوقتي ما تلاقيه ينبت، طلع النبوتة دي، النبوتة العسل دي، تبص تلاقيه يقولوا بس يبقى كده بقى في النبت، يروحوا صافينه وغايرين له المية، ويضيفوا أي حاجة في المية عادي خالص. ممكن يعملوه في شرب، اللحمة؟ ممكن يعملوه في شوربة لحمة، يعني لو النبت دي أو بالعظم؟ لا النبت دي ممكن يعملوه في شوربة لحم وفي شوربة بط، يا لهوي يبقى جميل. اللهم صل على النبي. ولو راح عند الجزار جابوا شوية عظم برضك وعملوه؟ اللي عندهم وضبوا له شوربة، مفيش لحمة يوضبوا له شوربة. هو أحسن من اللحمة. هو دي اخو اللحم الفول دي. امال بياكلوه ليه في السحور؟ صحي. بياكلوه ليه في السحور؟ عشان بيصمت في المعدة في فايدة برضه. ومغذي. لازم يطبق الفول في السحور عشان بيقوي المعدة شوية على ما يجي قرب المغرب يعني. مسمار المعدة. مسمار المعدة. بس احنا بقى عاملين أكلة كده خفيفة، عاملين نابت مش عاوزة أوجع دماغكم، خليكم معايا وهتشوفوا لما يغلي ويطيب واغرف لكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بخير. ربنا سهل عن اليوم الخسارة. اليوم أكل الخسارة بقى حلوة جدا.
بلدي، لازم الفول البلدي ابو حبايه كبيره دي، لازم هو دي اللي ينعمل فول نابت. لكن في الفول المدمس في بقى فول زلط، في فول تاني، لكن لازم اللي في النابت دي يبقى فول بلد، هو ابو حبايه كبيره دي. الرومي. هو البلدي، هو بلدي رومي كبير، بلد الناس دعوه من الرومي ده، او رومي هم براحتهم. ده فول بلد، لازم الفول البلد دي هو اللي ينعمل بتاع دي فول نابت، لازم هو دي اللي ينعمل فول نابت. لكن الزلط الاسمر ده لا، والاسمر دي لا. مدمس بس. اه المدمس بس، المدمس بس. انا بقيت ليله في الميه، ونشلته من الميه حطيته في مصر، ورحت بعد ما حطيته في مصر رحت بلق قماشه وحطها عليه كل لغايه ثلاث ايام. اما القماشه لو لقيتها نشفت بلمسمسها كده بشويه ميه واكمله كده واغطيه تاني كل يوم لغايه 3 ايام، لغايه لما ينبت كده، فلما ينبت كده يبقى خلاص بقى فول نابت. وام هاشم بقى يا جماعه وشله ام هاشم كانوا بيعملوا الفول النابت ديت في ام هاشم ان شاء الله كده، فاتحه لاولاد الله الصالحين الموالد. في الموالد وولاد الله الصالحين، والاكثر عند ام هاشم. مدد يا حديث العلم. مدد 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 يا رسول الله، مدد يا رب. مدد يا رب. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعطي عليكم بخير. واحنا قلنا ناكل الاكله ديت قبل ما رمضان يجي علينا، عشان ايه بيبقى بقى رمضان ما فيش صورة بال الحاجات دي. رمضان جاي بقى ما فيش صورة بال الحاجات دي. هنعمله بقى احنا يعملوا بقى الفول المدمس للسحور، الجبنه الرومي والجبنه بقى والحاجات الحلوه دي. ويا سلام لو جبنه بلدي من اللي هي البلدي. والبيض المسلوق مع الفول المدمس، طبعا الحاجات الجميله دي بقى احنا قلنا ناكلوا دي بقى قبل ما رمضان ما يخش علينا. كل سنه وانتم طيبين. وقلنا ناكلوا ايه اكله فول نابت. وفي ناس بتاكل بالله يا ام هاشم. في ناس بتاكل فسيخ عند رمضان. وفي ناس احنا بقى بناكل الفول النابت عند احنا رمضان. بناكل الفول النابت. عيالي بيحبوا الفسيخ والحاجات دي برضه، بس احنا ما بنحبوش الفسيخ. انا بحبوا اكله ده فول نابت. الحاجات اللي بيحبوها دي طعميه بالاكتر، الحاجات الحلوه دي. ربنا يعود عليكم بخير ويجعلها سنه مبروك عليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. مش عايزه اطول معاكم عشان تسمعوا صوت البابور. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بخير. عادي يعني. القلب يكون صافي ورايق من ناحيه حبايبي وكل اللي سالوا عليني، واشكره برضه اللي بيقول لي كده، اشكره اللي هو بيقول روقوا حواليكم. يعني بقول لك روقي حواليك وانت تطبخي يعني او اروق بتعملي. حواليها ازاي اذا كانت عشت كده؟ انا حاج معايا يعني. هي عشت اروق ايه؟ اقف على مطبخ؟ هي عشت كده، هي عشت زمان، هي عشت زمان كده. إيه؟ صح ولا ما بتقولش؟ صح صح. لا صح صح صح. هي عشتها كده. يعني عندك مثلا الصلايه دي، الصلايه اللي هناك دي، يعني الصلايه اللي هناك دي الصلايه الخشب. في ناس ما عندهاش الصلايه دي. في ناس مثلا في ناس تقرف من الصلايه ديت او ايه هي دي اهي الصلايه الخشب. الصلاة الخشب دي بتاعت خالتك نبوية بتوع زمان. فين هي راحت فين؟ دلوقتي بقى الهون النحاس برضه بتاع زمان حلو، ودلوقتي اللي طالع الهون العاج الحاجات دي والسيلستين والحاجات دي. لكن احنا راضيين بالحاجه ديت يعني. طبعا نحط الفص الثوم فيها كده وندقوه، وقرن الشطه في قلبه، في قلبه كده كده بالبركه ونروح دقين
بالبركه. هي كده. لكن حضراتهم في اللي يقول رواقي حواليك، طب اروق حواليك، هي عشت دي، هي صح. عشت دي. صح. اروق ايه بقى اني؟ لو انا سبت الاوضه على فكره وقعدت في وسط الدار، ده حالي. ده عشتي. سبت الاوضه، سبت الاوضه، الاوضه وتحت اللي أنا قاعدة فيها. الشباك وقعدت في وسط الدار عشان ما يبقاش حواليها كده. هي بص، هي صنفاء يعني. بص هي حاجه زمان ما تتعوضش، ما تعرفش تعمل فيها حاجه. لا. هي زمان اهالينا ممكن كده. مثلا ممكن يكون اللي بيقول لك رواقي حواليك ده بيفيدك يعني. بيفيدني، ما انا فاهمه. بس المكان اللي حكم عليك بيفيدني في ايه بقى؟ بيفيدني ان اروح. طب اروح، طب اعمل ازاي؟ هي لازم اجيب حاجتي من هنا اعملها، واجيب حاجه من هنا واجيب حاجه من هنا. هي دي عشتي، هي دي عشتي. يعني هقف على مطبخ؟ لا. يعني مثلا لو مثلا عندي ترابيزه كبيره كده، احط عليها الحله واحط عليها الطبق واحط عليها الصلايه يعني. لكن هي دي عشتي، دي عشت امي وابويا واهالينا. المكان اللي هي دي عشتي. يعني المكان انا اللي ما بمثلش. المكان اللي بننام فيه. هي المكان اللي احنا بنناموا فيه، بنقعدوا فيه ونولعوا في البابور ونتدفوا ونشربوا الشاي وما فيش بابور، ما فيش جاز، بنولعوا راكيه. هي دي عشتي. حتى حبايبنا زيك كده، زيكم كده يقولوا لنا ايه؟ احنا نلف ونلف ونقول لكم زي ما انت يا عمي او يا خالي، قرايبنا يعني. يعني بقول لك. هنعملوا ايه؟ هم بيتغيروا، احنا ما بنتغيروش. اهالينا بيتغيروا، احنا ما بنتغيروش. عمرنا ما هنتغير. يلفوا يقولوا احنا بنحبوا قعدتكم عشان قعدتكم بتفكرنا بزمان. شوفوا قرايبنا كمان بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا قعدتكم بتفكرنا بزمان. يعني مثلا ابويا وامي، ابويا وامي، خالي، عمي، سابونا كده، سابوا عيشتنا دي كده. يعني ما وقتش لقيت، ما لقيناش مطبخ. انا ليا بنت برضه نفس الطريقه، عيشتها دي نفس الطريقه. متجوزه ومخلفه ونفس الطريقه. الاطفال اللي بتشوفهم معايا دول امها كده وابوها كده. وبعدين لازم تكون قصدك لازم نكون راضيين بالعيشه عشان راضيين وحامدينه وشاكرينه. انا اطلع لكم امثله، يعني امثل، اجيب ترابيزه، اشحت ترابيزه اقول ديت عشتي. لا ليه؟ امال انا بعمل الحاجات دي ليه؟ انا بفكركم بايام زمان عشان هي عشت دي، هي عشت دي، ما عشت بتاعت زمان. هي دي ابويا وامي وعلى البابور، وهي عشت. يعني انت مبسوطه بيها، يعني راضيه بيها يعني. الحمد لله، احنا راضيين وحامدين وشاكرين. الحمد لله. بس اهم شيء النظافه في القلب. ان عشت راضي الصعب بيهون. اهم شيء نظافه القلب. مش نظافه المكان ولا اللبس. لا. ولا الهدوء. ولا الهدوء. قلبك صافي بين حبايبك وبين اصحابك، يبقى امشي وامشي وحط بطنك بطيخه صيفي. مظبوط. ليه؟ ولا بتعادي حد ولا حد بيعاديك انت مع نفسك. صباح الخير يا جاري، انت بحالك وانا بحالي. مظبوط. طولت عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وربنا ما نقص منكم احد، ويحبب فيكم خلق يا رب. مناسبة شهر رمضان الكريم. مستورين انتوا واولادكم ويرزقكم برزقهم بمناسبه رمضان الكريم على الابواب. وخليكم معايا بقى، هنشوفوا النبي عمل ايه. اللهم صل على النبي. بسم الله، نعم بالله. النعناع اللي فيه دي؟ ده عود نعناع انا حطاه، والقرن الشط. جميل. حتى لو مش عاوزاه حار يعني حراق. مش عاوزاه حراق يعني ناخد الطعم يعني. ناخد الطعم. والبصلايه ديت جميل. ممكن بنشيلوها كده وناكلوها من غير ما. ريحته جميله يا جماعه، جميله يعني. ريحته جميله بالثوم، فص الثوم اللي من غير ما يتقطع وشويه الكمون. متعه. شويه الكمون اللي مدياله الريحه الجميله دي. هو النابت ما بنحطش عليه اي حاجه غير هو دي بصلايه، وان كان قبل الشطه اي حاجه بس. وعلى فكره يا جماعه انا اللي بصور الحاج دي. الحاج ابو محمود نجاح المداحي هو اللي بيصور حله النابت دي والبابور الجميل دي، وهو اللي بيخلينا اتكلم واطول معاكم شويه. معلش، كل سنه وانتم طيبين. هم طالبينه.
ربنا ما يحرمني منهم. هم اللي طالبينك، بيقولوا عايزين حاجه ربنا فين؟ يا عايزين رب يطمنوا عليك. يا ربنا يخلوهم ويطمن قلوبهم بالايمان ويسترها معاهم يا رب، ولا نقص منهم احد. ويجعلوا سنه مبروكه عليهم يا رب وعلى اولادهم، ويرزقهم برزقهم، ويشفي وربنا- كل مريض. وربنا يخليك ليا يا ام محمود. الله يبارك لك ويسترها معاك يا دنيا واحد. كل سنه وانتم طيبين، كل واحد يخلي ربنا الاولاد يرزقني برزقكم يا رب. يا رب العالمين، يرزقنا برزقهم ويقوون عليهم وخلاص. احنا عاوزين ايه غير الصحه؟ طبعا يا نصوم. جماعه الحاجه يعني قايمه معايا بدور رائع، اللي هي حست ان انا يعني انا دلوقتي طلعت هطلع على المعاش، فهي عاوزه تساعدني وتساعد الاسره ولها الشكر وجزال الشكر. وانا قعدت ان انا اتكلم عنها مش هوفلها دينها في تربيه اولادها برضك. اي نعم هم ما اتعلموش، لكن اتعلموا القيم والاخلاق. العلم مش في الدفتر والقلم، لا، العلم في الاخلاق وفي الادب التربيه الحلوه يا والتربيه جماعة. الكويسه. واي واحده تصاحب بنتها تقول لها رايحه فين جايه منين، لا، بادب واحترام، ما تسكتش فيها. مش كل حاجه مش كل اي حاجه تقول لها اقعدي يعني اقول لابوكي، اقعدي بهدوء. اقول لاخوك، لا. بهدوء. يعني بينك وبينها كده الصحوبيه تبقى حلوه. هي هتقول لك على كل حاجه وهتقول لك على كل سره. العيشه تبقى كويسه. والابن برضه ابوه صاحبه ويقول له رايح فين يا ابني، جاي منين يا ابني، يدور عليه ما يطنش. خلوا التلاحم. انتوا واثقين فيهم، لكن برضه اسالوا عليهم، رحت فين، جيت منين النهارده، عملت ايه. ربنا يسترها معاهم ويكون شر البلاوي يا رب اولادكم واحترم الناس كلهم. بره. والاحترام حلو وكلمه طيبه يعني. ربنا يخليهم يا رب. حد يكلمهم كلمه زعلهم يجوا يقولوا لاهلهم، واهلهم اللي يروحوا يقولوا لهم بادب واخلاق برضه. ابنكم والله مخلي ابني معدي وقال كذا كذا، مثلا وابني ما غلطش فيه، كده تضمنوا حقكم. لكن تروحوا تتخانقوا، تروحوا تزعقوا، ما ينفعش. الاخلاق. الاخلاق. والصلاه على حضره النبي. والصلاه على النبي واسترها معاكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وخليكم بقى معايا في حاله النبي اللي هي عبد حالة النبي طولنا عليكم في حالة النبي ديت، يعني بنعمله لحمة. ده جميل احسن من اللحمه والله، والله جميل. والله هو هيبقى لحظة جميلة جميل يا حبايبي، وانا حبيت اشوفكم بس. واللي هيتابع الفيديو ده للآخر هيحس بالعيشة طبعا. العيشة الطيبة وعيشة الرضا. الحمد الرضا لله. والنعمة. الحمد لله. وحب الناس يا جماعة كنز لا يفنى. أخوكم نجاح المدان. الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم بقى على رمضان ان شاء الله. ما اعرفش اعمل لكم ايه بقى، مش عارف اعمل ايه. اللي يجينا بيه ربنا بقى وايام مفترجه، ما حدش بيبات جعان. بس عليهم بالسمك بقى. بس اهم شيء الصيام. الصيام بيريح المعده ويريح القولون على فكره. بيريح يعني بص، بيريح الجهاز الهضمي كله. انا كده هغرف لكم بقى معايا. ويشربوا سوائل. يشربوا سوائل. اهم شيء الشرب، ما يشربوش ميه وحاجه ساعه قبل الاكل. اهم شيء قبل ما يفطروا بقوا ميه دافي كده، لو دافي بقوا ميه، لو ما فيش شرب فترة يعني. لو ما فيش شرب يدفوا بقوا ميه كده يشربوه قبل ما ياكلوا اي حاجه. صح. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يكفيكم شر المرض ويرزقكم برزقهم وما ينقص منكم احد، ويشفي امراضنا ويشفي كل مريض يا رب. يا رب يشفي كل مريض. عشان الناس كلها تعمل خير للناس اللي على قد حالهم. والطيبة، بص الطيبة كلمة، يعني الكلمة الطيبة شجرة مضلة. يعني ايه شجرة مضلة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بتبقى ماشية كده، ربنا مضلل عليك بكل حاجة. ليه؟ بتقولي كلمة طيبة، عمرك ما غلطت في حد، عمرك ما زعلت حد، تمشي بدعاء ربنا. يعني تقول يا رب. نشكر الناس اللي هي بتعمل خير للناس. الناس الطيبة اللي بتقف جنب الناس الغلابة، ربنا يديهم كمان وكمان. وده ايام جاية وايام مفترجة وبيعملوا خير، وربنا يجازيهم خير. كل اللي يعمل طيب مع الغلبان ربنا يوفق له الحلال. واللي يعمل طيب ما يسألش على اللي وراه. لا. اللي عاوز يعمل طيب ما تسألش على اللي وراك، اعمل وخلاص تلقائيا. يعني ما تقولش لا ده كذا، ده صفته، ده بيروح وبيجيب، ده لا، حرام. اللي يعمل طيب ما يدورش،
ولا على وراك ولا قدام. خبط عليه دي ويعمل عند الطيب. ربنا. لله بس. اصل ربنا اللي هيحاسب. ربنا اللي هيحاسب. انت بتعمل الطيبه خلاص، والارزاق ايه على الله. زي ما بقول لك ايه، اعمل خير وارمي البحر. دي زي دي. الطيبه يا جماعه اهم شيء طول شهر رمضان وقبل وغير رمضان يا جماعه. كلمه طيبه حلوه وكلمه صباح الخير للدنيا كلها لعدوك حلوه برضو. ربنا يا رب ما يكفيكوا شر المرض ويكفيكوا شر العدوين ويسترها معاكم يا رب ويحسن ختامها يا رب ويعدينا منها على خير. وبس المهم نموتهم واحنا ماشيين، ما نموتوش حد يشيلنا ولا يحطنا. اللهم كل صل سنه على وانتم طيبين وخليكم معايا. انا زهقتكم باين. ربنا يعطي عليكم بخير يا رب. انا هجيب طبق دلوقتي اغرف فول النابت. خليكم معايا عشان تتفضلوا معايا. بس هو ايدي تمسكهم على ايدي. في ناس بتحبه بالليمون واحنا ما بنحبوش يعني احنا بالليمون. بنحب الليمون امتى بقى؟ لو احنا بناكل هنحطه ايه؟ ليمون. ليمون. خليكم معايا بقى وكده اللهم صل على وشوفوا النبي. طبق الفول النابت. مدد يا ام هاشم. ومعلش انا طولت. كلمت كتير، كلمت ياما يعني وزهقتكم بكلامي ومعلش. كل سنه وانتم طيبين وعجبكم الفيديو. ما تنسوناش في اللايك. ربنا يعطي عليكم الخير وتفضلوا معايا. كل سنه وانتم طيبين. عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وطولت عليكم في الكلام. ربنا يخليكم يا رب ويديكم الصحه ويجعل قلوبكم مفتوحه للخير والسعاده ويجعل رمضان كريم عليكم.